يا أستاذ، صبرتك بقى عليها عنكبوت. ليه ما عندكش موقع إلكتروني لحد دلوقتي؟ في عالم بقى أسرع من صاروخ إيلون ماسك اللي رايح المريخ، وفي زمن الميتافيرس بيخبط على باب بيتنا، لسه في كائنات شبه أسطورية بتمشي على الأرض، اسمهم المدرسين العباقرة اللي ما عندهمش موقع إلكتروني. أيوة، ما تستغربش، دول موجودين بينا، عباقرة في مجالاتهم، لكن وجودهم الرقمي يعادل وجود الديناصورات حالياً، صفر. يا أستاذنا الجليل، يا منارة العلم اللي بتنور عقول أجيال، اسمح لي أقول لك بمنتهى الصراحة والوقاحة المحببة، سبورتك الخضرة دي اللي ريحة الطباشير فايحة منها بقت قطعة أنتيكة جميلة مكانها في المتحف. علمك الغزير ده اللي محبوس بين 4 حيطان فصل عامل زي كنز علي بابا اللي بابه مقفول بكلمة سر محدش عارفها. بس أنا مدرس ماليش في التكنولوجيا والهيصة دي، جملة سمعتها كتير لدرجة إنها بقت لحن حزين في وداني. يا سيدي الفاضل، حجة ماليش في التكنولوجيا دي بقت موضة قديمة زي البنطلون الشارلستون. النهاردة تعمل موقع إلكتروني بقى أسهل من إنك تعمل سندوتش جبنة. الموضوع مش محتاج شهادة من MIT ولا محتاج تكون ابن عم مارك زاكربيرج. طب وإيه اللي جد يعني؟ الوحش الكاسر، الذكاء الاصطناعي. فاكر زمان لما كنا نتفرج على أفلام الكرتون ونلاقي البطل عنده جني بيطلع من المصباح يقول له شبيك لبيك؟ أهو الذكاء الاصطناعي ده بقى الجني بتاعك. كل اللي عليك تقول يا عم AI عايز موقع شكله شيك زي بدلة جيمس بوند، في قسم للكورسات بتاعتي وصفحة للأسئلة وشوية صور وحركات، وفي دقايق تلاقيه فرشهولك على الشاشة أحسن من أكبر ديزاينر في العالم. التكلفة ممكن توصل لصفر، أيوة زي ما قريت كده، صفر مدور زي الكحكة. في منصات بتخليك تبني موقعك بدراج اند دروب، يعني تسحب وتحط كأنك بترص كوبايات في النيش، والذكاء الاصطناعي بيكتب لك المحتوى ويقترح عليك التصميم ويرد على رسائل الطلبة بالنيابة عنك لو حبيت. ده مش بس بيوفر وقت ومجهود، ده بيخليك تبان بروفيشنال لدرجة إن الطلبة هيفكروا إن وراك مؤسسة كاملة شغالة، مع إن الحوار كله هو أنت واللابتوب بتاعك وشوية ذكاء بس اصطناعي. من فصل فيه 30 طالب لإمبراطورية ب30 ألف طالب. تخيل معايا كده، بدل ما علمك بيوصل ل 30 أو 40 طالب بالعافية في الفصل، يبقى عندك القدرة توصل لآلاف بل ملايين حول العالم. طالب في الهند وواحدة في البرازيل وشاب في أمريكا، كلهم بيتعلموا منك. اسمك ده ما بقاش مجرد اسم على جدول الحصص، بقى براند. الموقع الإلكتروني ده مش مجرد صفحات على الإنترنت، ده المسرح بتاعك، مملكتك الرقمية اللي انت الملك بتاعها. بتعرض فيه فنك، بتبيع فيه كورساتك، بتشارك فيه أفكارك. ده سفيرك اللي شغال 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ما بيزهقش وما بيطلبش زيادة مرتب. الخلاصة يا برنس، يا أستاذنا، يا حامل شعلة التنوير، نورك ده ما ينفعش يفضل محبوس في لمبة جاز. العالم كله بقى قرية كونية، والقرية دي مستنية تسمع منك. سيبك من التباشير والغبار وافتح شباك على العالم الرقمي. الموضوع مش محتاج غير شوية جرأة في الأول، وبعدها هتلاقي نفسك بنيت إمبراطورية كنت فاكرها مستحيلة. دوس نشر وافتح النور، العالم مستنيك.